ورجعنا لكم تاني بقصقوصة جديدة من سلسلتنا قصقوصة من التاريخ. يلا بينا نشوف قصقوصة النهاردة. يلا على بركة الله نبدأ. سنة 1972 بدأ عرض الجزء الأول من الفيلم الشهير العراب. فيلم العراب لقى إقبال كبير جدا ورواج أكتر وقت عرضه، وقدر الممثل الشهير مارلون براندو إنه يتفوق على نفسه في دور الدون فيتو اللي لعبه في الفيلم. أداء مارلون براندو في فيلم العراب كان ساحر جدا بإجماع كل النقاد السينمائيين وقتها. عشان كده ما كانش غريب إن براندو يفوز في السنة اللي بعدها بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم العراب. لكن المفاجأة الغريبة اللي حصلت إن مارلون براندو رفض إنه يستلم الجائزة احتجاجا على معاملة الشعب الأمريكي للهنود الحمر وتعمد إظهارهم بصورة سيئة في أفلام هوليوود. مارلون براندو ما اكتفاش برفضه الجايزة وبس، لا، ده بعت بنت من بنات الهنود الحمر للمؤتمر الصحفي عشان ترفض هي الجايزة نيابة عنه. وفي اليوم ده وقفت البنت في المؤتمر الصحفي وقالت خطاب قصير جدا ومؤثر عن العنصرية اللي بيواجهها الهنود الحمر في أمريكا بشكل عام وفي ثقافة الأفلام بشكل خاص. صحيح إن مارلين براندو ما استلمش جايزة الأوسكار، لكن استلم جايزة تانية، استلم جايزة الإنسانية مع مرتبة الشرف. الإنسان الحر هو اللي ما يقبلش أبدا إنه يشوف إنسان بيتهان قدامه ويقف يتفرج عليه وهو بإمكانه إنه يقول كلمة حق. المفكر والأديب علي شريعتي قال حكمة كويسة قوي. الحكمة دي بتقول: إذا لم تستطع رفع الظلم فاخبر الجميع عنه على الأقل. وده بالفعل اللي عمله براندو. وبالرغم من إن رفضه للجائزة ما غيرش من الواقع شيء في وقتها، لكنه سلط الضوء على مشكلة العنصرية في أمريكا. رفض براندو للجائزة وانحيازه للمظلومين حرك الرأي العام المحلي والعالمي تجاه القضية دي. عمرك ما هتوصل لقمة الإنسانية إلا إذا رفضت الظلم اللي بيتعرض له غيرك واعتبرت نفسك مكانه. الناس اللي بتتعامل بمبدأ طالما أنا بخير فليذهب الآخرون إلى الجحيم، الناس دي أنانية أوي يا جماعة. الناس دي فعلا بعيدة تماما عن الإنسانية. الناس دي هدفهم الوحيد هو البقاء لا أكثر. المبادئ يا جماعة حاجة عظيمة أوي. المبادئ هي الطريق الأساسي اللي بيمشي الإنسان عليه طول فترة حياته. وهنا وصلنا لنهاية قصقوصة النهاردة. لو القصقوصة عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا كومنت. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا عشان نجيلكم تاني بقصقوصة جديدة. يلا سلام.